في دورة الخليج 13 96. حلوة عبد الله. أسامة يلعبها ناحية حمد الصالح. برافو حمد، كل الخلف حمد الصالح. فرح قلبي فرح قلبي فرح قلبي. الثاني لمنتخبنا الوطني. وين طلع حمد؟ وين طلعت يا حميد؟ وين طلعت له؟ خراته وخرات الجول. شو جول لمنتخبنا الثاني. جول لا يلعبون. ارجع من ملعبك الان، العب ملعبك قبل لا يلعبها بسرعه. طبعا ارجع بملعبك لانه ممكن يلعبها عليك الان، ممكن يلعبها. ارجع اثنين. شوف الحطه، شوف حمد الصالح. برافو في الدقيقه 31. حمد الصالح من هدف الثاني. وهذه الاعاده 2 منتخبنا الوطني. 2. عزيزي المشاهد ايضا والمستمع في اذاعه دوله الكويت والفضائيه الكويتيه، راح نكون ايضا معاكم في المباراه الثانيه. توصل عبد العزيز حسن. عبد العزيز يحاول يلعب له كره ويرجع فيها مره ثانيه ويرجع له بالكره وخطره. الكره هذه دير بالك. صار لي ساعه اقول لكم كرات هذه لا تخليه يلعب الكرات العرضيه. كرات بالشبك لكن كرة حلوة ملعوبة ومن محمد العنزي ومن حمد العنزي. وفي الدقيقة 43 محمد العنزي في الدقيقة 43 يقدر يسجل محمد العنزي هدف في الدقيقة 43. هذا الهدف وهذا الإعادة. وقلت لك خلي بالك أكثر. ما في أكثر من دقيقة بيننا وبين دورة الخليج. توصل يا خالد داوود. دير بالك ما نبي أي كرة تضيع الآن. فاول. لا تعمل فاولات. طرد. طبعا راح يستغل كل وقت الآن. كل شيء ضدك. فريق متقدم. الوقت انتهى. يحاول لا تعمل فاول. أفضل الفاول. راح يطلع خلاص. اطلع مني عصام. اقرب لك عصام. اقرب لك مني لانه راح يحسب الوقت هذا عليك. كله عليك. صفر يا حكم. خالد الفضلي يبعدها. خالد الى اسامه. صفر عاد. حكم المباراة. مبروك بطولة كأس الخليج 13 في 96. مبروك لأبطال الأزرق. مبروك وألف مبروك. هؤلاء أبنائك يا حمد صاحب السمو يحرزون البطولة الثامنة في سلطنة عمان. أول مرة يحصل على هذه البطولة. مبروك للجماهير الرياضية. مبروك لسمو الأمير. مبروك لسمو ولي العهد. هذه البطولة. هذا جاسم يعقوب أحد لاعبين الأزرق السابقين. نمشي ورا دربك يا مستر بلو. مع الجمهور جمهورنا له دور يا مستر بلو.
نعود أحبتنا من جديد في رحلة بطولة وفوز المنتخب في المباراة الفاصلة أمام منتخب قطر بهدفين للا شيء. كابتن خالد الشليمي، ايش تعني لك هذه المباراة؟ طبعا هي الإنجاز. نعم. كل أمانة، وهي التاريخ. أيمن الحسيني. يعني يمكن مباراة السعودية كانت حق الجمهور، لكن مباراة قطر كانت حقنا كلاعبين. راح نرجع ويا بعض أحبتنا، لكن نشوف ايش قالت الصحافة. وطبعا دائما الصحافة أحب أقول وأنوه بالمؤرخان الكويتيان حسين البلوشي وإبراهيم حبش، الحقيقة ما يقصرون في تنديد، يعني نطلب منهم الصحافة ما يقصرون، مشكورين إبراهيم حبش حسين البلوشي. نشوف الصحافة ايش قالت في تلك المرحلة. نعود أحبتنا من جديد. كابتن خالد الشليمي، التقيته بأمير البلاد حفظه الله ورعاه في تلك المرحلة، شنو دار الحكي؟ بكل أمانة لأول مرة، يعني أنا دشيت على الشيخ جابر الله يرحمه ب86 يوم أخذنا كاس الخليج، و96 أول مرة رحمة الله عليه أشوفه يتكلم ربع ساعة. كان فرحان شديد الفرح فعلا، وعطانا البعد، مو بس البعد الرياضي ان حقنا كاس الخليج، قالنا في بعد سياسي واقتصادي، وان الكويت قدرت انها تتخطى ازمه الغزو وانها تنهض مره اخرى وتحقق انجاز حتى على المستوى الرياضي. ايش اللي دار ايضا بينك وبين صاحب السمو الشيخ ايضا صباح الاحمد انذاك اللي كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه؟ اي الله يجزيه خير. اول مهنئين كان هو، الله يبارك فيه وحفظه، اول مهنئ، اول من اتصل تلفون ويبارك ويقول، قال انا كنت يعني متراهن ويا وزير خارجيه قطر نغلبهم. هذا صاحب السمو. اي والله. الله يمن عليه الصحه والعافيه. أيمن الحسيني، ايش تعني لك هذه البطوله؟ طبعا هي بالنسبه لك كتاريخ كلاعب طبعا تسجل في اسمك، خصوصا لما تكون دوليه. لكن الفرحه اللي يمكن حتى اتذكرها ابو احمد، يعني حتى واحنا رادين بالطياره، يعني حتى الطيار نفسه الله يذكره بالخير حسين مسلم كان يورينا شلون يعني فرحة الكويت. احنا كنا نتكلم بالتليفون ونعرف شنو الفرحة، شنو اللي صار بالكويت، لكن لما شفنا الناس شلون مستقبلينا، حتى لما نزلنا بالمطار شلون الفرحة، الكل موجود، كل فرحان. وما يخفي عليك يعني الأمانة، وين ما تروح في الشارع تكلم، خليك من الأمور المادية أو الأمور اللي العينية اللي خذيناها، لكن كافي الناس وناس، فرحة الناس وانت كنت سبب فيها. وطبعا ما يخفى عليك يعني الشيخ جابر الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، يعني الامانه يعني يمكن انا محظوظ اني دشيت عليه كثير يعني في بطولات كثيره، لكن هالمره هذه كانت فرحته بينه، فرحته يعني يعطينا يعني مسؤوليه اكبر، انه ممكن انك تسوي شيء اكبر، ويعني واللي سويته هذا ولا شيء، لأن الوطن الحقيقي يستحق الشيء الكثير. طبعا حتى كنا احنا ترى الوطن اعتقد نبقى مقصرين بحقه. طبعا انا الحقيقه ودي ازيد، لكن وقت البرنامج دائما يسرقني. انا بقول شغله بس. تفضل. شوف، في سر يمكن ابو احمد يدري عنه. شوف، انا علاقتي طبعا مع عصام، وعصام دائما عندنا اسرار يعني بيننا ونتكلم فيها، لكن عصام دائما احنا لما يقول شيء سبحان الله من كثر، حتى انا دائما اقول له ما شاء الله عليك، انت انسان مبروك ومحظوظ. فكل خطه، خصوصا مباراه السعوديه وقطر، نهايه الاجتماع الاداري حتى مع الشيخ احمد الفهد، كنا نسال عصام من الكاس؟ يقول الكاس كويتي، وفعلا الكاس كويتي. الله يديم. كابتن الكبير خالد الشليمي، انا سعيد الحقيقه بتواجدك معاي. في كلمه اخيره ابو احمد. انا شاكر لكم، وان كنت مقل يعني بموضوع الرياضه، لكن اكراما لتلفزيون الكويت ولخاطرك انت كصديق واخ، وان هذا يعني توثيق لتاريخ الرياضه الكويتيه. تشرف يا ابو احمد. كيف الحسين؟ والله انا اشكركم، وسامحني اللي ما ذكرته يمكن بذيك الفتره، لكن ارد اكرر ان دائما الرياضه الكويتيه اذا بتعود ما تعود بس باللاعبين، لازم الكفاءات تكون موجوده، المسؤولين عن الرياضه لازم يكونوا موجودين. فكلهم راح يصيرون عصر ذهبي ان شاء الله قادم ان شاء الله.
احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم من نهايه برنامجكم رحله بطوله. باذن الله تعالى نلتقي في حلقه جديده. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ودعوا الكويت في صلاتكم ان الله حفظه من كل شر. نلقاكم باذن الله تعالى في حلقه جديده. فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه.